من أكثر الأمور اللي جاية نسير عليها هاي الفترة هو بهالوقت هذا الصيف منا وهي هاي شهر شهرين ثلاثة جايات الجو حار. نقدر نخلي الدجاجة تكرك، نخلي الدجاجة ترقد، نخلي الدجاجة تقوف بعدة مسميات، بس هي معنى واحد. هذا الشيء جائز نسويه. اكو ضرر على الدجاجة، اكو ضرر على البيض. طبعا اخواني، ضرر على البيض وضرر على الكتكوت نفسه وضرر على الأماية اللي تقف على البيض. يعني انت لو سويت هاي العملية بهيج وقت حار، راح تضر الدجاجة الأماية اللي تقف على البيض، وراح تضر البيض نفسه. وحتى لو طلع عن كتاكيت ونجحت عملية التفتيس، فالكتاكيت اللي راح يطلعن ضعيفات. فالحالة الوحيدة اللي تقدر تقفل بيها الدجاجة لازم توفرلهن بيئة بحرارة مناسبة، حرارة الغرفة اللي هي كمثال نقول 25 30 بيها مجال، بس أكثر من هذا الحقيقة راح تدمر الدجاجة. وإذا حتى لو طلع عندك كتاكيت فإن أصلا مناعتهن راح تكون جدا ضعيفة أو معدومة. فالأفضل بهذا الوقت إنه ننتظر هاي الفترة شهرين ثلاثة يخلصن بعدين نقفف، على مود نحافظ على صحة حالنا، وهاي أرواح مسؤولية وأمانة برقابنا. وهواي صارت أنا عندي حالات الدجاجة تقف، يعني هي تجبرني إنه تقف وخلي جواها بيض، والحقيقة أجي رغم وفرت لها مي ووفرت لها أكل وكل الأمور، أجي ألقاها ميتة قافة على البيض وميتة بسبب الحرارة، بسبب التعرض اللي يصير، بسبب قلة التهوية، لأن الحرارة تسبب قلة تهوية للبيض وللدجاجة نفسها. فهذا الشيء حقيقة إنه تسوي أنت جاي تحكم على دجاجك وعلى البيض مالتك بالموت. فأنا أنصح أن تبتعدون عن هذا الشيء والوقت في الفترة الحالية.